السلام عليكم متتبعات قناة ألوان سيمان، مرحبا بكم في القناة. نتمنى نلقاكم من الفيديو في أحسن الأحوال، تكونوا بخير وعلى خير البنات. اليوم غنشارك معكم واحد الملاقية كتجي زوينة البنات ورائعة، خدمتها في واحد الطريف جات روعة وحبيت نشاركها معكم. دائما غنحتاجو في هذه الملاقية الخيط المبروم أو الطرز الرباطي، باش كنخدمو الطرز الرباطي على 5 شعرات كنبرموه. الطريقة راه كاينة في القناة. والكروشي النمرة 12/060 والطريف ديال الثوب 2 طريفات كنبلوه. دابا غنخدم معكم الطريقه ديال الحبيك، كيفاش غنخدم الحبيك والملاقيه. قبل ما نبداو البنات كنبغي نشكر البنات اللي كيتفاعلوا معايا في القناه باللايكات والكومونتير. واحد المتتبعه غاليه بزاف بزاف دائما كنلقاها في الفيديوهات ديالي، كنوجه لها التحيه من هذا الفيديو. شكرا اختي بزاف. وهاد الملاقيه ديال واحد المتتبعه اخرى طلبتها مني، قالت لي الطريقه وغنشاركها معكم في هذا الفيديو. غنبدا معكم هاد الملاقيه. مهم انا تبت الخيط عقدته، غنخدم غنجي على الثوب كنخدم غرزة حشو فقط، ما كتكونش بيناتهم سلاسل. غرزة حشو الخيط على 5 شعرات طريقه الحبيك. الضربات يكونوا متقاربين. هذا هو الحبيك. كنزيرش باش تجينا على هذا الشكل، يكونوا متقاربين. غنكمل السطر بهذه الطريقه كامله غير غرز حشو فقط. الضربات يكونوا متساويين. غنكمل هذا السطر ونرجع معكم. هاني كملت الحبيك كما كتلاحظوا، يعني الغرزي حشو فقط، غرزة حشو حتى كملت السطر كامل. دابا كنجي الاول ديال السطر، انا تبت الخيط عقدته بطبيعه الحال. عقدت الخيط دائما الخيط على 5 شعرات عقدت. كنرجع على الفتحه المواليه كنثبت بغرزه حشو، ثم الارتفاع ديال 3 سلسله 3 سلاسل. كندير لفه على الكروشي، كنجي الفتحه المواليه كنجبد الخيط بهذه الطريقه، عفوا على بهذه الطريقه. ثم كنجي الفتحه المواليه كنجبد الخيط كنخليه على الكروشي، كندير لفه على الكروشي وكنجي الفتحه الثالثه عفوا. هذا الجبده الثالثه دائما على الكروشي، كندير لفه على الكروشي وكنجي الفتحه الرابعه. 4 الفتحات كما كتلاحظوا بهذه الطريقه. ثم كنخرج من هاد 4، كنخرج الخيط كيولي عندي 2 عاد سد على هذا الشكل. ثم كنخدم 3 سلاسل، ثم نجي على الحبيك المواليه كنخدم غرزة حشو، ثم الارتفاع ديال 3 سلسلة. كندير لفه على الكروشي كنجي الفتحه المواليه كنجبد الخيط لفه على الكروشي الفتحه الثانيه، ثم لفه على الكروشي. دائما الخيط كيكون على الكروشي باقي ما سديتوش. ثم الفتحه الثالثه كنجبد الخيط كنخلي الكروشي لفه على الكروشي كندخل الفتحه الرابعه. كيولي عندي هذا الشكل 4 د الفتحات كتلاحظوا. ثم كنخرج الخيط دقه واحده كندير هاد 2 ثم كنخرج.
هذا الشكل كيولي عندي هاد الضريس. ثم كنخدم واحد جوج ثلاثة سلاسل، كنجي الفتحه المواليه ما كنفوتش حتى فتحه، ثم كنسد فرصات حشو بهذا الشكل. ثم الارتفاع ديال 3 سلاسل كندير لفه على الكروشي، كنجي الفتحه المواليه كنخدم الفتحه الاولى، كنخرج الخيط لفه على الكروشي، الفتحه الثانيه خرج الخيط، كنخلي الكروشي لفه على الكروشي، الفتحه الثالثه، الفتحه الرابعه لفه على الكروشي، وكندخل كنجبد الجبده بهذه الطريقه كيولي عندي 4 لفات على 4 جبده ديال الخيط على الكروشي. ثم كندير لفه وكنخرج، كنخلي غير على الكروشي، ثم كنسد لهذا الشكل. ثم غنخدم 3 سلاسل ونثبت على الفتحه المواليه، ما كنفوتش حتى فتحه بهذا الشكل. كنخدم السطر كامل بهذه الطريقه، دائما 3 سلاسل، لفه على الكروشي، الفتحه، كنخرج الخيط ونخليه لفه على الكروشي، الفتحه الثانيه كنخرج الخيط ونخليه على الكروشي دائما، اللفه الثالثه كندخل في الفتحه ونجبد الخيط كنخليه، ثم الفتحه الرابعه، يعني كيولي عندي شكل 4 د الفتحات، عاد كنجمعهم دقه واحده، كنخلي جوج، عاد كنسد 3 سلاسل، ثم كنجي الفتحه المواليه كنخدم غرزه حشو بهذه الطريقه حتى نكمل السطر كامل ونرجع معكم. هاني البنات كملت هذا السطر من هاد الخدمه، والطرف الثاني حتى هو خدمته نفس الشيء، يعني نفس الخدمه، يعني جوج طروفه نفس الخدمه نفس الحبيك، يعني نفس الشيء. دابا غنجي نجمع هاد جوج طروفه باش تولي عندي ملاقيه، نحط الطرف الاول على الطرف الثاني ونخدم معكم بالطريقه كما كتلاحظوا. انا ثبت الخيط في اول جمعت جوج طروفه، يعني من الداخل البنات، من الداخل ديال الثوب كناخذ هاد جوج سلاسل، هاد السلاسل على السلاسل من الطرف الثاني، ثبت الخيط كنعاود نخدم غرزه حشو، ثم الارتفاع ديال جوج سلسله، كنجي لهاد السلاسل يعني والسلاسل من هاد الطرف الثاني كنخدم جوج غرز حشو، ثم الارتفاع ديال سلسلتان، كنجي لهاد المكان يعني من هاد الطرف والطرف الثاني كنجمعهم بجوج غرز حشو، ثم سلسلتان، كننتقل لهاد السلاسل، دائما كنجمع هاد السلاسل والسلسله من هاد الطرف بجوج غرز حشو. نتمنى الصوره تكون واضحه. سلسلتان، كننتقل لهاد الفتحه والفتحه المقابله ليها من الطرف الثاني، دائما جوج غرز حشو، جوج غرز حشو، سلسلتان، كننتقل لهاد البلاصه، هاد الفتحه غنخدم فيها جوج غرز حشو بهذه الطريقه حتى نكمل السطر كامل ونرجع معكم نوريكم كيفاش كتجي هاد الزواقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الملاقيه البنات بعد ما خدمتها معكم بالحبيك والضريس وجمعتها، جات على هذا الشكل، جات رائعه
نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بلايكات البنات والتعليقات، وكتحفزونا باش نقدموا الجديد ان شاء الله. المهم هذا هو الشكل ديال هاد الضريس، ديال هاد عفوا ديال هاد الملاقيه، كتجي على هاد الشكل رائعه. هذا الوجه ديالها، وهذا هنا الداخل ديال الملاقيه، وهنا الوجه جات على هاد الشكل رائعه بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وطبقوها في الجلالب ولا شي قفطان. الهبطه ديال الجلابه وشي قفطان غتجي رائعه بطبيعه الحال. خليتكم على خير والى اللقاء.